ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعال. مساء الخير على حضراتكم. في كلمتين مهمين جدا محتاجين نقولهم ونركز فيهم مع بعضينا كده. نركز فيهم مع بعضينا كده بالصلاة على النبي. نعم. ارغي يا عم الأمور. الأهلي لما كان المركز الثاني والزمالك كان المركز الأول، الكلام ده مش من سنين، يعني من أسابيع قريبة، بدأ يحصل جاب ما بين الجمهور وما بين اللعيبة، وهجوم على قفشه لو انتوا فاكرين، ومعرفش ايه، وبدأت عملية فكة كاملة في الفريق بسبب التعادلات المستمرة، وان الزمالك راح على القمة والموسم بقى الثالث على التوالي بيقترب من الدوري والجو ده. ايه اللي حصل؟ لا واضح انك فاهم. شكلك فاهم يا نصة. مجلس إدارة النادي الأهلي قرر ساعتها يفك الكيس. يعمل ايه يا ابو الحاج؟ يفك الكيس، وقال لك اي لعيبة المحو بقى في البرازيل، في الهند، في اي حتة، هاتوه. فبدأوا يحطوا عينيهم بقى اللعيبة اللي في تونس واللعيبة اللي هنا واللعيبة اللي هنا. حلو الكلام. طيب الفكرة دي كانت لما الأهلي المركز الثاني، وكانت لما كان في جاب ومسافة ما بين الجمهور واللعيبة. حلو جدا. طيب الأهلي أصبح المركز الأول بنفس مجموعة اللعيبة، من غير تدعيمات، بنفس مجموعة اللعيبة، رجع المركز الأول أو أصبح المركز الأول اللي هو مركز الزمالك المعتاد. بس هي ايه؟ هو هيصف في الكلام ولا ايه؟ مش هيصف في الكلام. هي ايه اللي انت عايز تقوله بقى؟ الصفقات اللي الاهلي بيجيبها دلوقتي دي هي صفقات اصلاحيه كان متفق عليها لما الاهلي كان المركز الثاني، ولما الاهلي اصبح المركز الاول نفذ نفس الصفقات وجايب لعيبه جامده جدا. يعني عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لكم ان احنا المركز الثاني مش الاهلي دلوقتي. احنا اللي محتاجين اصلاحات دلوقتي، مش الاهلي اللي محتاج اصلاحات. الاهلي اصبح الاول وجاب مجموعه جامده من اللعيبه وهو الاول، وهو كان جايبهم عشان هو المركز الثاني. يبقى المركز الثاني محتاج يتحرك بسرعه قبل المولد ده ما ينفض، قبل المولد ما ينفض. طب مالك يا عم اسلام متضايق ليه؟ ما متضايق من الاسماء اللي قدامي دي. قلبك هيقف. كريستو اتكلمت عليه الصبح وقلت صفقه سوبر، لعيب لعب 6 ماتشات جاب 5 جوان وصنع جونين، يعني في جون زياده جايبه، جاب 5 جوان وعمل 2 اسيست، مجموعه 7 اهداف من اصل 6 ماتشات، يعني وهو هداف الدوري التونسي، عنده 19 سنه لسه ورور نونه. الله اكبر على انا. طب الضوء الاول بيلعب هاف يمين، الحته بتاعت حسين الشحات، الحته بتاعت حسين الشحات. خالد عبد الفتاح باك يمين. يسكتوا على كده؟ ما ينفعش يسكتوا. راح بقى قال لك حته خط الوسط بتاعت قفشه، والمكان بتاع خط الوسط اللي كان فيه مسافه ما بين الجماهير وقفشه، قاموا راحوا جابوا مين بقى؟ مروان عطيه. شكلنا كده هنشوف ايام سودة. مين اللي كان قايل فكره مروان عطيه؟ نادي الزمالك، البروف. وانا مش عشان مروان عطيه اقترب من الاهلي هروح اقول عليه لاعب وحش، ما بعرفش اعمل دي. سيبك انت اقعد اناكف في جماهير الاهلي ويناكفوا فيا، بس انا راجل من الاخر متذوق للكوره، بعشق الكوره، ولما بشوف حاجه لازم اتكلم فيها بصراحه وبوضوح لمصلحه فريقي عشان اتحرك. مروان عطيه من افضل خط الوسط الموجودين في مصر وبيلعبوا بوكس تو بوكس. الله اكبر على انا. ودي قلما لما بتحصل ان لعيب بره اهلي وزمالك وبيراميدز ينتقل او يروح لمنتخب مصر وهو في فرقه ثانيه. معنى كلامك ايه يا عم اسلام؟ معناها ان احنا بنتبقلش. شكرا، اتفضل. معناها ان احنا بنتبقلش، ومعناها ان احنا لازم نتحرك. ان الاهلي عمال بيعمل صفقات وبيعد العده وهو اصلا اول الدوري. يبقى احنا دلوقتي مفروض ان احنا نجيب لعيبه. عالم عايشه بالقوامطه. الكلام الكتير اللي بنقعد نسمعه ده، 3 لعيبه دول هيفرقوا مع الاهلي اكتر ما هو فارق اصلا. بلا صياح ارجوكم، بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. واحنا واقفين عاملين كده اهو وقاعدين بنتفرج والعمليه هتبهوأ وهنتبقلش. الحاجات دي يعني يا عم اسلام نتشائم او اتشائم، لو ما عملت صفقات وجبت لعيبه الموضوع هيفرق معانا كتير جدا وهنرجع اكتر واكتر واكتر. انا بطالب ان مجلس اداره الزمالك يلحق يتحرك. صفقه مروان عطيه خلصت بنسبه 99%. طب ال1% ده بتاع يا اسلام؟ ده الاعلان الرسمي. 4 سنين في النادي الاهلي مروان عطيه. الموضوع خلص، والكلام ده مصدر من جوه الاتحاد السكندري نفسه. قال لك كان بيراميدز والزمالك والاهلي.
اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. فتح الموضوع هو الزمالك، ثم بعد كده بيراميدز دخل في الموضوع على الصفقه ومشي. اما الاهلي داخل مكيش ب 20 مليون او 22 مليون حاجه كده عشان نقف نتفرج. وبلاش حته احنا مش محتاجين لعيبه، لا احنا محتاجين اقل نمره 5 صفقات، لا اما هنبقلش. خير يا باشا، وانا قلت حاجه تضحك. اصل مش قادر امسك نفسي. شوف انا هعمل معاك اتفاق، هديلك 200 جنيه وتحكي لي الحكايه دي تاني.